نقول كلمتين كده على السريع. انت لو فهمت الكلمتين دول صدقني انت هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص. طالما بدأت في المجال الجرافيك خلاص لازم تعرف الكلمتين دول، لان محدش هيقول لك الكلمتين دول. يعني في ناس بتعرف المعلومة تستخسرها على غيرها. فانا السلام عليكم، ازيكم يا كنفاوية؟ عاملين ايه؟ في فيديو جديد على القناة. طبعا يا جدعان الفيديو ده احنا مش هنشرح فيه اي حاجة في البرنامج، احنا بس هنتكلم كده كذا كلمة انت ان شاء الله هتستفاد منهم. بس عاوزك تركز في الكلمتين اللي هقولهم، عشان الكلمتين دول انت لو فهمتهم بإذن الله اللي جاي كله هتبقى فاهمه وهتبقى عارف انت بتعمل ايه. مش هتبقى ماشي عشوائي، لا انت هيبقى في خطة احنا عاملينها في الفيديو ده، خطة هنمشي عليها باذن الله في الفيديوهات اللي جايه وهتستفاد منها. يعني مش هنبقى ماشيين بعشوائي، لا احنا عاوزين نعمل خريطه نبقى ماشيين عليها عشان تبقى عارف الفيديو ده هينزل ايه، الفيديو ده هشرح ايه، الفيديو ده هيتعمل في ايه كده. يعني مش عاوزين نبقى شغالين عشوائيين. فتعالوا بينا الاول نقول كلمتين كده على السريع. انت لو فهمت الكلمتين دول صدقني انت هتلاقي نفسك في حته تانية خالص. فانا الحمد لله في الفيديو ده هقول لك يعني شويه حاجات من اللي انا استفدتهم عن تجربتي. انا يعني تقريبا بقالي سنه في المجال. ممكن تشوف الوقت صغير بس هو مش بالوقت، انت ممكن في وقت صغير بس تلاقي نفسك ما شاء الله مستواك بقى كويس قوي، لانك فهمت الدنيا وضغطت نفسك وعملت مجهود جامد. فتعالوا بينا نبدا دلوقتي في الحاجات. انك كمصمم جرافيك او لسه في البدايه ايه اللي المفروض تعملها عشان تقدر تكمل معانا في الرحله دي وتبقى فاهم الدنيا ازاي وتبقى شخص ناجح باذن الله في المجال بتاعك. يلا بينا. رقم واحد، ما تقارنش نفسك بحد احسن منك في المجال. بمعنى انا مش جاي احبطك، لا انا بقول لك يعني انت بتبص لواحد ما شاء الله بقاله 6 سنين وسبع سنين وخمس سنين، يعني بقاله زمن في المجال، يعني فهم الدنيا وعمل تصميم واتنين وعشرة وعشرين تصميم لحد ما خلاص عرف يعمل حاجة دي. فانت مثلا ما تبقاش لسه اول تصميم ليك او لسه ما بدأتش في المجال وعاوز تعمل من اول مرة تصميم بروفيشنال زي الشخص اللي هو عامله اللي هو بقاله قد كده في المجال واللي هو جرب وتعب وعمل مجهود جامد. انا مش جاي اسك بس بقول لك ما تقارنش نفسك بحد بقاله فتره في المجال عشان ما تتعبش نفسيا، لانك هتحس انك مش عارف تعمل اي حاجه. طبعا انت في البدايه مش هتبقى عارف يعني تعمل التصميم، مش هتبقى فاهم الدنيا، هتحس انك ملخبط في الالوان في التصميم، هتحس ان في حاجه ناقصه يعني عموما. فاحسن حاجه ما تقارنش نفسك. المقارنه دي بعد كده لما مستواك بقى كويس والحمد لله فهمت الدنيا والدنيا بقت سهله معاك وعرفت تعمل تصميم واشتغلت وايدك مشيت في المجال، بعد كده المقارنة دي يبقى اعملها علشان تطلع احسن ما فيك. بيبقى في منافسين في كل مجال، فانت باذن الله بقى لما يبقى ليك منافسين وكده اعمل مقارنة عشان مستواك يتحسن ويبقى احسن. تعالوا بينا نخش على تاني حاجة في سلسلة ازاي تبقى كانفاوي صح وتبقى فاهم الدنيا. تاني حاجة عاوزك تبدأ باللي معاك. أنا الحمد لله بدأت الرحلة بتاعتي من التليفون ولسه ما زلت شغال بالتليفون دلوقتي. حتى الفيديوهات اللي بصورها على نفس التليفون أنا بعمل عليها تصاميم. فأنا مش عاوزك تيأس، مش عاوزك تبص برضه للشخص اللي ما شاء الله عنده استوديو وعنده كمبيوتر واتنين وشاشة وتلاتة. لا لا مش عاوزك كده، عاوزك تستخدم الحاجة اللي متوفرة معاك حاليا علشان بعد كده يعني يعتبر دي درجة السلم. يعني بإذن الله التليفون ده يوصلك للكمبيوتر واللاب ومش عارف ايه. يعني بص، عارف انت المثل اللي بيقولك علشان توصل للقمر لازم تعدي من على النجوم؟ الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوه دي. شفت المثل ده؟ انا عاوزك بقى تمشي عليه. عشان توصل للقمر بتاعك لازم تعدي على النجوم. فخدها كده سلم درجه درجه لحد ما ربنا يكرمك وتفهم الدنيا. انا في كل كلمه اقسم بالله انا ببقى واثق ان ربنا هيديني على قد مجهودي. طالما انت بتتعب وبتعمل اللي عليك وبتحاول ربنا مش هيسيبك. حتى في الحديث ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. يا رب يكون بقوله صح. بس عاوزك تمشي بالمثال ده علشان توصل للقمر لازم تعدي للنجوم. فابدأ كده باللي معاك وسيب على الله واعمل اللي عليك وكل اللي تقدر تعمله اعمله. يلا بينا نخش على تالت حاجة. تالت حاجة تقريبا انا قلتها في اول فيديو، انك ما تبصش لاي حد بيقول لك كانفا وحش. طالما انت بتتفرج على الفيديو دلوقتي يبقى انت خلاص قررت تبدأ على كانفا وقررت تشتغل من على التليفون. فانا عاوزك تسيبه على الله وتشتغل برضه بالحاجة اللي معاك المتوفرة، لان فوتوشوب بعد كده والستريتور وكل برامج ادوبي يعني محتاجة كمبيوتر او جهاز يعني كويس تشتغل عليه. احنا دلوقتي عايزين نبدأ بالحاجة اللي معانا وبنحاول لحد ما ربنا يوفقنا، لان الناس اللي انت شايفها كلها كبيره في المجال دي ما وصلوش، ما صحتش كده الدنيا لقيت نفسها في الحته اللي هي فيها. لا كله بدأ من الصفر، من اقل من الصفر كمان. يعني في ناس بتبقى بادئه بتليفونات الامكانيات بتاعتها تحت الصفر والله، بس ربنا بيوصلهم لحته هم ما كانوش يتوقعوا او متخيلين ان هم يوصلوا لها.
فانا عاوزك برضه ما تبصش لكلام الناس، ارمي كلام الناس ده ورا ظهرك خالص، وعاوزك تبدا من الصفر. وبرضه هشجعك واحط لك شويه تصاميم من اللي كنت عاملهم في الاول، اللي يعتبر ما اسمهمش تصاميم اصلا، انهم في الاول يعني مش هتبقى فاهم اي حاجه خالص. زي ما انت شايف شويه تصاميم والله يعني اقل من الصفر، بس الحمد لله يعني مع الوقت والمجهود اللي عملته واتفرجت على واحد واتنين وكنت بطبق، يعني كنت بحاول ان انا اوصل لحته كنت عاوزها في دماغي، والحمد لله وصلت للحته اللي انا كنت عايزها، وباذن الله في احسن من كده كمان، لان انا عارف كل ما هعمل مجهود كل ما ربنا يدينا اكتر. فيلا بينا نخش على النقطه اللي بعد كده. رابع حاجة معانا في الفيديو ده هي حاجة بسيطة كده بس ممكن تفرق معاك. حاول تلتزم بالصلاة بتاعتك، وحاول تبقى بر بوالديك. يعني لو عندك أبوك أو أمك يعني حاول تعاملهم كويس، والله يعني بيفرق يا جدعان. الدعوة من أمك أقسم بالله تفرق جامد. يعني أنا الحمد لله أنا يعني ملتزم، بس يعني مش جامد، بس بحاول ألتزم، وبإذن الله ربنا يقربنا كلنا ونرجع نصلي ونبقى قريبين من ربنا، لأن الدعوة الواحدة هي اللي تفرق معاك. يعني سبحان الله أنت ممكن تبقى تدعي ربنا وحظك تبقى أبواب السماء مفتوحة وتلاقي الدعوة بتاعتك استجابت واللي انت نفسك فيه حصل. والله انا بقول الكلام ده لنفسي قبل منكم، لان انا برضه يعني مش احسن حاجه، انا بغلط برضه، بعمل غلطات كتير، بس بحاول اقرب من ربنا وباذن الله ربنا يهدينا. وتعالوا نخش على الحاجه اللي بعد كده، اللي تقريبا اختم بيها الفيديو، لان دي هي الحاجه اللي عاملها مخصوص الفيديو علشان. يلا بينا. والله ما انا شايف. احنا الحمد لله بعد ما شرحنا الاساسيات على القناة، وتقريبا شرحنا الحاجات انك المفروض تبقى عارفها عشان تبدأ تكمل معانا وتبقى فاهم الدنيا بعد كده، لان الادوات اللي بعد كده تبقى سهلة، ومع الاستمرار كمان في التصاميم كل تصميم هقولها مرة واتنين فهتلاقي نفسك ثبتت في دماغك اكتر واكتر. المهم تكون فهمت الفيديو واتفرجت عليه، فهمت على الاقل 90% او 80%. فاحنا باذن الله في الخطة بتاع الفيديو بتاع النهاردة هقول لكم هنستمر ازاي في التصاميم. يلا بينا. اول حاجه احنا تقريبا انا هعمل كل اسبوع 3 فيديوهات او فيديوهين على قد ما اقدر، لان احنا داخلين على رمضان. رمضان كريم عليكم، هكون انا في الجامعه وورايا شغل ومش عارف ايه، فهحاول باذن الله على قد ما اقدر اصور لكم كل يومين مثلا فيديو. فاحنا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه بقى الخطه اللي جايه ركزوا فيها عشان تبقوا عارفين احنا هنعمل ايه. كل فيديوهين جايين هنعمل تصميم سوشيال ميديا، يعني مثلا الفيديو الجاي هنعمل تصميم سوشيال ميديا المجال الطب وكده، الفيديو اللي بعديه تصميم سوشيال ميديا للحج والعمره مش عارف ايه. تالت فيديو بقى يعني احنا كده عملنا تصميمين سوشيال ميديا. تالت فيديو بقى احنا نبدأ في الطباعة، يعني هناخد الطباعة برضو من الصفر كده، يبقى فيه فيديو توضيحي للطباعة وهنعمل ايه فيه واساسيات الطباعة وازاي نحفظ التصميم يكون جاهز للطباعة، يعني نفهم الدنيا زي ما فهمنا الاساسيات بتاع كانفا. برضو هيكون في فيديو مخصوص للطباعة عشان تطلع تصميم يكون كويس في الطباعة، مفيش الوان تبوظ معاك مش عارف ايه. فاحنا ان شاء الله يعني هنكون بنشرح كل حاجة تفسيري كده عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. يبقى كده فيديوهين سوشيال ميديا، بعديهم فيديو للطباعة، بعديهم اتنين للسوشيال ميديا، بعديهم لوجو. يعني اتنين سوشيال ميديا، واحد طباعة، اتنين سوشيال ميديا، واحد لوجو. لوجو ليه بقى؟ لان اصلا يعني اللوجو عشان تعمل لوجو على كانفا بيبقى صعب، فهو محتاج افكار عالية. يعني بمعنى لما انت تفهم الدنيا في السوشيال ميديا والطباعة وبتاع، هتلاقي افكار اللوجو بتتكرر قدامك على بنترست، بتتكرر قدامك على الفيس مش عارف ايه، فهتلاقي دماغك لوحدها بتجمع افكار. فاحنا باذن الله هيبقى كل اسبوعين مثلا او اسبوع لو قدرت والله هيبقى في فيديو للوجو مخصوص، وهشرح لكم ازاي نجيب الافكار وازاي نقدر نعمل لوجو على كانفا، لانه هو صعب والله تقدر تعمله على كانفا، بس باذن الله هنعمل ده كله على كانفا في الفيديوهات اللي جايه. وانا عاوزك زي ما قلت لك ما تيأس، ما تقارنش نفسك بحد احسن منك، مش احسن منك، هو الفرق بينك وبينه ان هو بدأ من زمان وعمل مجهود كبير قوي وتعب وسير وعمل حاجات كتير قوي يمكن انت ما تعرفش تعملها لسه عشان لسه في الاول. فانا عاوزك اللي عليك المفروض تعمله تستمر وتدعي ربنا ان ربنا يوفقك في المجال، وتعمل تغذية بصرية كتير. والفيديو اللي تلاقيني بشرح فيه تصميم اعمل التصميم ده مرة واتنين. والحمد لله يعني انا شايف ناس مهتمة جامد على الجروب، على الفيس، على الجروب بتاعنا اللي هو الكنفاوية. لو انت مش موجود فيه هسيب لكم اللينك في الوصف او الكومنت المسابقة، خش الجروب ده لان اي بوست هتلاقيه حد منزل تصميم هتلاقينا قايل التعديلات عليه، هتستفاد منه باذن الله. وبرضه انت لو عملت تصميم هيكون في مسابقات بعد كده، وهيكون في فلوس تشجيعا ليكم. يعني ممكن كل مسابقة يكون عليها مثلا 200 جنيه 300 جنيه، نزود اكتر يبقى 500 مع الوقت يعني باذن الله. لما الاقي في ناس مهتمة فيها هيبقى في مسابقات وحاجات جامدة. فانا عاوزك دلوقتي تبدا ما تقفش، والله انا بحاول اوصل لكم طاقة ايجابية مش طاقة سلبية خالص، انك ما تستسلمش طالما حطيت الحاجة
حاجة تيجي في دماغك هتوصل لها، والله هتوصل لها. انت مفيش حد احسن منك من اللي وصل للحاجة دي، يعني انت زيك زي اي حد تاني. الفرق بس انك تعمل مجهود وتضغط نفسك يعني. فاتمنى الفيديو ده تكون استفدت منه حتى لو بكلمة واحدة، ان شاء الله اللي جاي يكون احسن واحسن ونستفاد كلنا، واعمل اللي اقدر عليه علشان اقدر افهم لكم واوصل لكم كل معلومة انا اتعلمتها في المجال ده. واي حاجة اتعلمها جديد طبعا مش هستخسرها فيكم باذن الله. اللي جاي احسن، ورمضان كريم عليكم جميعا، وانتظروا الفيديوهات اللي جايه. يلا السلام عليكم. سلام. Bye. Have a great time.